السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة بسيطة. النهاردة هنحصد مع بعض ثمار البشملة زي ما انتم شايفين اهو. ده شكل ثمرة البشملة، ثمار حجم كبير ما شاء الله. ده بفضل طبعا التسميد الجيد، تسميد عضو كله الحمد لله. شكل الثمرة من جوه اهي، هنفتحها مع بعض. يعتبر فيها نسبة مية عالية. الثمرة من جوه ممكن تحتوي على بذرة او 2 او 3 زي ما انتم شايفين. ده الشجرة اللي عندي دي معظم ثمارها بتحتوي على بذرة واحدة فقط. في بعض الانواع من شجر البشملة بتحتوي على بذرتين و3، وبيكون نسبة اللحم فيها قليلة. دي ما شاء الله يعني شجرة مميزة ان شاء الله. شكلها اهي من جوه، تحتوي على نسبة مية عالية. كمان الطعم بتاعها مسكر. من المميزات بتاعتها ان معظم الاشجار حاليا مفيش عليها ما بتحتويش حاليا على ازهار، فعشان كده يعتبر شجرة البشملة من الاشجار المميزة، لانها بتنتج في وقت مفيهوش، بيكون معظم الشجر مفيهوش انتاجها بيكون مع نهاية شهر مارس وشهر ابريل. ده الانتاج بتاعها اللي هو نقدر نجمع منه الانتاج. كمان مميزة جدا عن باقي انواع الاشجار. في الطعم بتاعها مختلف جدا وله طعم مميز. نجمعها امتى؟ بنجمعها لما تاخد الشكل الاصفر الذهبي اللي واضح قدامكم ده. ده شكل الشجرة من جوه، ودي ساق الشجرة. يفضل إزالة أي أغصان داخلية. يعتبر التقليم مفيد جدا في شجر البشملة عشان تدينا إنتاج كويس. دي استوت اهي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. بعد قطف او جمع ثمار البشملة ما شاء الله، حاجة يعني تفرح. الحمد لله، ربنا يزيد ويبارك. في النهاية نتمنى من حضراتكم بس دعما لنا للاستمرار. تسيبوا لنا لايك وكومنت. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.